فالمركز الخامس في حلقتنا النهاردة بنرشح فيلم موفاسا ذا ليون كينج، الفيلم اللي من أفلام البدايات أو حكايات البداية اللي متحكتش قبل كده. بيرجع بينا الفيلم لحياة البدايات أو حكاية محدش يعرفها عن موفاسا لما كان مجرد شبل صغير بيحاول النجاح في عالم مليان صراعات ومخاطر. بنشوف رحلة موفاسا من طفولته لما نشأ في ظروف صعبة جدا جدا بعد ما فقد أبوه وأمه، واضطر إنه يعتمد على نفسه ويخلق صداقات جديدة عشان يقدر يرجع تاني ذا ليون كينج للعالم بتاعه. يا ترى بقى إيه اللي حصل في الرحلة؟ كل ده هتعرفه في أحداث الفيلم المميز جدا ده. The circle is broken. There will be one Lion King. Mufasa, run! We must fight together. If we fight, we die. Just to be clear, I never signed up for this. I'm here to protect you, my brother. Mufasa! This was a bad idea! We're alive! I did it! I saved us! You were saying? المركز الرابع في حلقتنا النهاردة بنرشح الجزء التاني من الفيلم اللي فاز بالأوسكار، وهو الجزء التاني من فيلم موانا. بتتكلم أحداث الفيلم بعد 3 سنين من أحداث الجزء الأول، لما موانا قدرت إنها تنقذ بلدها وأهلها من الدمار، وبقت هي قائدة لشعبها، وبقى كل هدفها إنها تأمن مستقبل مشرق لشعبها. وعشان كده ده خلاها تكون مرشدة بحرية مع الطقم بتاعها تربط جزيرتها بكل شعوب المحيط، وده كان وصية وحلم أجدادها. بس بتتغير الأحوال لما بيتصل بيها قرايبها ويطلبوا المساعدة عشان تقرر بعدها إنها لازم تروح لأعماق قارة أوقيانوسيا عند محيطات وجزر مهجورة عشان تلحق شعبها وبلدها من الدمار. وعشان كده قررت إنها تطلب مساعدة ماوى في مغامرة أوقيانوسيا. نهاية المغامرة هتعرفها في أحداث الفيلم المميز. Can I get a chee-hoo? You will be destroyed, and your wayfinder too. Now I kind of miss the lava monster. Ow! Ow! What if you don't come back? I'll be back. I promise. Do I hear people? Those aren't people. Cock'em. You guys, we got this. Bring it on, Coco. Nuts. المركز الثالث في حلقتنا النهاردة بنرشح الجزء الثاني من فيلم والاس اند جروميت. فيلم والاس اند جروميت فينجنس موست فاول اللي بيرجع لينا بعد ما فات على الجزء الأول 16 سنة بحالهم، عشان نعرف إن البروفيسور بقى مهووس جدا بموضوع الاختراعات وموضوع الروبوتات بتاعت عم مليون ماسك. وعشان كده بنشوف الروبوت نوربوت، وده اختراع رهيب جدا، وبقى دلوقتي البروفيسور بيعتمد عليه في كل شغل المزرعة بتاعته. وده اللي خلى دور جروميت بقى ضعيف جدا، بس جروميت صاحب صاحبه، والمهم عنده إنه يحافظ طول الوقت على البروفيسور من أي تهديد ممكن يتعرض له. بس الحكاية كلها إن أعداء البروفيسور بيفكروا للبروفيسور في انتقام جديد، ومفيش أسهل من اختراعاته الجديدة والتكنولوجيا عشان يقدروا يدخلوا منها. يا ترى بقى جروميت هيعمل إيه في التهديد، وهم أصلا هيعملوا إيه في البروفيسور ده؟ هتعرفوا في أحداث الفيلم الجميل. Feathers McGraw, you have been found guilty of the attempted robbery of the Blue Diamond. If not for two upstanding citizens, you would have succeeded in your wicked plan. They're on me head!
grief, it's you! Again! It's vengeance most foul! المركز التاني. في حلقتنا النهاردة بنرشح فيلم فلو أو الفيضان، واحد من الأفلام المميزة جدا جدا في الفترة الأخيرة. بالرغم من إن الفيلم صامت من غير حوارات، وبيحكي الفيلم عن قطة وحيدة فيضانات كبيرة وضخمة جدا دمرت بيتها، وكان مفيش قدامها غير إنها تشوف مكان تاني تعيش فيه. وعشان كده بنلاقيها إنها بتركب مركب كبيرة كان عليها حيوانات كتير جدا ومختلفة، وكلهم هدفهم واحد، إنهم يحاربوا عشان يفضلوا عايشين. وعشان موضوع البقاء من أجل الحياة، كان لازم القطة تتعلم إنها تتعايش مع كل الحيوانات على المركب بالرغم من الاختلاف الكبير اللي بينهم. فيلم رهيب جدا جدا ويستحق المشاهدة بجدارة. فالمركز الأول. فحلقتنا النهاردة بنختار واحد من أجمل الأفلام اللي بقينا بنستنى كل سنة، الجزء الجديد منها، وهو فيلم سونيك ذا هيدجهوج، الجزء الثالث من السلسلة الأفضل. بيحكي المرة ده عن تهديد جديد مش بيهدد مدينة أو بلد، لا، ده بيهدد كوكب الأرض كله لما بيظهر عدو جديد صعب جدا جدا. بس المشكلة مش في قوته، قد ما المشكلة في غموضه، وهو شادو التهديد ده ما خلاش قدام قوات المكافحة إنها تطلب من سونيك وناكلز وتيلز إنهم لازم يجتمعوا من تاني مع بعض عشان يقدروا يواجهوا الخطر الرهيب ده. يا ترى بقى هيقدروا ولا لا على شادو؟ كله ده هتعرفه في أحداث الفيلم المميز جدا اللي يستحق المركز الأول في حلقتنا النهاردة. Doctor! We have visitors. This is sad, Robotnik, even for you. We need your help. On one condition. Let's do this! If I can't rule the world, I might as well save it! I need room. But, sir, I don't have the proper materials. Found some. When we're done, there won't be anything left. Hey, no cheat code! What did you do? What I had to. لو عجبتك ترشيحات النهاردة اعمل لايك للفيديو وسيب لنا رأيك في الكومنتات، ولو لسه مش مشترك في القناة اشترك وفعل الجرس واستنى كل جديد. خلص الكلام، سلام.